صوت الملعب مع محمد فاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من صوت الملعب. معايا قضايا مهمة جدا. أبدأ مع حضراتكم بأول أخبارنا النهاردة. ماذا يحدث في النادي الأهلي وإيه اللي بيفكر فيه مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير الفني كولر، وهو التدعيم قبل كأس العالم للأندية وصفقات يناير؟ كلام كتير اتحط فيه هذا الأمر، ولكن الكل يبحث عن مين هي أول صفقات النادي الأهلي في يناير. المدير الفني كولر عنده طلبات، والصراحة في مفاجأة كبيرة جدا كانت أحمد زيزو لاعب نادي الزمالك وجناح نادي الزمالك، واحد من أبرز اللعيبة اللي موجودة في نادي الزمالك. طب هل النادي الأهلي عايز زيزو؟ بس هل بدأ في المفاوضات؟ ده اللي هقوله لحضراتكم، واسمع وركز معايا في الموضوع دوت. التفاصيل لأول مرة عن مفاوضات الأهلي لنجم الزمالك، الكلام الكتير اللي بيتردد. هل حاول النادي الأهلي ضم أحمد مصطفى زيزو؟ هل هناك مفاوضات من نادي الأهلي جدة؟ الإجابة 100%، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني طلبه بالاسم من أول موسم لكولر. تخيل معايا، من أول مرة كولر دخل فيها النادي الأهلي وهو مركز مع هذا اللاعب. ليه؟ صراحة زيزو كأرقام وكأداء في آخر 3 سنين للنادي الزمالك هو الأبرز. خد 2 دوري مع نادي الزمالك، أحرز 79 هدف، عمل 65 أسيست، وكل الأرقام ديت مع أداء زيزو اللي في المواسم السابقة، وركز معايا في كلمة السابقة، كان مؤشر كبير جدا لأنه هو العلامة الأبرز. زيزو جاله عروض كتير من الدوري السعودي وجاله من بعض الأندية في الخليج، ولكن حتى هذه اللحظة نادي الزمالك ما خدش قرار ببيع ولا التجديد لزيزو عشان المقابل المادي الكبير. طب ايه اللي هيحصل من قبل النادي الأهلي؟ إدارة النادي الأهلي هتتحرك في شهر مارس، في شهر مارس المقبل، لو زيزو ما جددش عقده مع نادي الزمالك. ولكن حصل جس نبض عن طريق وسطاء مع والد زيزو، وكان الباب مفتوح، و إلى حد كبير جدا ما اتقالش لأ، واتقال أيوة الباب مفتوح. وزيزو نفسه منفتح لمناقشة أي عروض جوه مصر وخارج مصر، ولكن حتى هذه اللحظة الأولوية بالنسبة له هو التجديد لنادي الزمالك. طيب ايه التفاصيل بتاعة العرض المالي للنادي الأهلي لزيزو؟ الأهلي هيجهز عرض مالي هيكون بالراتب الأعلى داخل الفريق، يعني الفئة الأولى اللي جوه النادي الأهلي هيتم التفاوض بيها مع زيزو، بس في نفس الوقت عشان ما يحصلش هزة جوه الفريق، النادي الأهلي هيبتدي يعمل أبجريد أو تعديل لبعض من اللعيبة في الرواتب بتاعتهم. أول واحد هيبقى كابتن الفريق محمد الشناوي. محمد الشناوي واحد من اللعيبة اللي الصراحة أثبت جدارته منذ بداية لعبه في النادي الأهلي الفترة التانية. تعرفين محمد الشناوي كان طلع إعارة بتروجيت، وبعد كده راح طلائع الجيش، بعد كده رجع النادي الأهلي. أول ما رجع محمد الشناوي في تركيزه أثبت جدارته جدا أول ما ركب في حراسة المرمى النادي الأهلي. محمد الشناوي له دور كبير جدا كقائد وكابتن للفريق، وده اللي خلاه على أولوية اللعيبة اللي هتجدد مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة. مين تاني هيبقى معاه؟ مروان عطية. مروان كنت لسه كلمت حضراتكم في الحلقة اللي فاتت ان مروان جايله عروض من الامارات وجايله عروض من الخليج. كل هذه العروض النادي الاهلي رفضها. ليه؟ مروان من اللعيبة اللي لما تشوفها تحس ان هي متربية جوه النادي الاهلي، ومن اللعيبة القليلة اللي تيجي على مستوى العالم، على فكرة ده مش في النادي الاهلي بس، اللي يجي في يناير ويحقق نفسه بهذا الشكل، يعني يثبت جدارته، يلعب أساسي في أغلب المباريات اللي لم تكن كلها. واحد تحس ان هو متأسس صح، لعيب كان مفاجأة، ومن أهم وأبرز الصفقات اللي عملها النادي الأهلي في آخر 5 سنوات. مين تاني مع مروان؟ أكرم توفيق، واحد من اللعيبة المهمة، يلعب باك يمين، يلعب ديفندر، يلعب في اي حتة. اكرم من اللعيبة المجتهدة جدا، واثبت جدارته في النادي الاهلي لما خد فرصته، وربنا يبعد عنه الاصابات. وايضا
نجم خط دفاع الفريق وهو اللاعب رامي ربيعة. عايز اتكلم على رامي ربيعة لان واحد من اللعيبة اللي ما بياخدش حقها خالص. رامي اثبت نفسه وادى نيو لوك في اخر 3 سنين للنادي الاهلي. يعني تخيلوا كده ان رامي كان من ابرز الاسماء اللي كانت معرضة للبيع والاستغناء من قبل النادي الاهلي، ولكن لما حصلت ازمة في خط دفاع النادي الاهلي رامي ربيعة خد. وهنا دي حاجة لكل اللعيبة الصغيرين ولكل واحد في حياته، ان لما يجي لك الفرصة امسك فيها واثبت نفسك، وهو ده اللي عمله رامي. رامي دلوقتي في منتخب مصر بيلعب اساسي في ماتشات. رامي دلوقتي هو اللاعب الابرز في خط دفاع النادي الاهلي على اي حد. حتى قبل ما عبد المنعم يمشي كان رامي ربيعة وعبد المنعم هم اللي موجودين. كان رامي ربيعة وعبد المنعم هم اللي موجودين. ابتدى كمان يعمل ابجريد لنفسه وبقى يجيب اهداف في نهائي دوري ابطال افريقيا ويجيب بطولات. فواحد من اللعيبه اللي النادي الاهلي طبعا بيبحث انه يجدد لها، واحد من لعيبه قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وعلى فكره دايما النادي الاهلي بيفكر انه يكون عنده حد من قطاع الناشئين، واحد من ولاد النادي، عشان يقدر يسيطر ويقدر يدي اخلاق وروح النادي الاهلي لاوضه اللبس ولزمايله اللي منضمين حديثا للنادي الاهلي. ده ابرز الحاجات اللي هيتعمل لها ابجريد. ولكن عايز اكمل معاك في موضوع زيزو لان في موضوعين. هل النادي الاهلي هيبتدي يتكلم مع زيزو في الرقم اللي نشر عبر وسائل الاعلام؟ يعني هل هتشوف ال100 مليون جنيه؟ اعتقد الموضوع دوت هيبقى صعب جدا داخل الفريق، ولكن هو اللاعب الوحيد اللي طلب كولر انه يكون موجود مع فريق النادي الاهلي داخل الفريق. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. اكمل مع حضراتكم واخبار النادي الاهلي. مين هو جناح النادي الاهلي القادم؟ كلام كتير في الفترة اللي فاتت عن مين جناح النادي الاهلي في الفترة المقبلة. والنادي الاهلي كنت اتكلمت مع حضراتكم في اخبار سابقة وحلقات سابقة انه بيدور على راس حربة 9 يكون مع وسام ابو علي، وايضا جناح يكون مع اللعيبة اللي موجودة في النادي الاهلي مكان بقى بيرسي تاو او في الناحية بتاعت حسين الشحات. البرازيلي ايفرتون ولا المغربي أسامة الإدريسي الأقرب للنادي الأهلي؟ الأهلي بيحاول يضم جناح يكون ليفل A في الفترة المقبلة عشان يكون معاه في كأس العالم للأندية، وأيضا لو يقدر يستفاد بيه في دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري يكون خير وبركة. الأهلي عنده 4 أجانب قبل بداية شهر يناير. مين هم؟ عندك بيرسي تاو، أشرف داري، يحيى عطية الله، ورضا سليم، بجانب لاعب تحت السن وهو الغاني ريندروف اللي هو مدافع فريق 2005. هتيجي تقول لي علي معلول، اقول لك علي معلول مرفوع من القيد، فعشان كده هم دول اللعيبه اللي متأيده اللي قلتهم لحضراتكم. طيب الاهلي هيعمل ايه في هذا الامر؟ الاهلي استقر على رفع اسم رضا سليم عشان عنده إصابة بقطع في الغضروف، وهيأيد علي معلول على حسابه. طب كده هيحصل ايه؟ هيبقى في مكان هينضم فيه لاعب أجنبي في مركز الجناح. طيب المرشح الأول لهذا المكان هو مين؟ اللاعب المغربي أسامة الإدريسي اللي لعب قدام النادي الأهلي في ماتش الأهلي وباتشوكا، لو تفتكروه لعيب كويس قوي من اللعيبة الحريفة، لعيب متأسس صح وعنده حلول مهمة جدا، ويقدر يلعب 10، يقدر يلعب في الجناح الأيمن الجناح الأيسر. لعيب من اللعيبة الجميلة اللي فعلا كانت ممتعة. طيب النادي المكسيكي طلب ايه وطلب كام؟ النادي المكسيكي وعشان حاسس ان النادي الاهلي بيدور على جناح بشدة طلب رقم 5 مليون يورو. تخيلوا 5 مليون يورو لبيع هذا اللاعب، وطبعا رقم كبير جدا على اللاعب وعلى المفاوضات، وده اللي وقف النادي الاهلي في التحرك بقوة لضم هذا اللاعب. فهنا موضوع أسامة الإدريسي مربوط على حاجتين. الحاجة الأولانية رغبة اللاعب، لو كانت في رغبة ان هو يلعب كاس عالم أندية مع النادي الأهلي ممكن يخفض في السعر شوية في مرتبه،
وفي نفس الوقت يحاول يضغط على النادي ان هم ينزلوا العرض، لان الصراحة النادي الاهلي لما هيجي يدفع الرقم ده مش هيدفعه في واحد بيلعب في باتشوكا، هيدفعه في حد بقى بيلعب دوري انجليزي يعني. والمغالاة الكبيرة في الرقم اللي محطوط من قبل النادي المكسيكي هتوقف المفاوضات. طيب مين البديل لهذا اللاعب في دماغ النادي الاهلي؟ المرشح الثاني وهو الفرود البرازيلي اللي كنت قلت لحضراتكم عليه في الحلقات التانية. اسمه ايه؟ ظهر وبان، اسمه ايفرتون دا سيلفا، لاعب فريق بانيك اوسترافا التشيكي. هذا اللاعب تم طرح اسمه على المدير الفني السويسري مارسيل كولر، وبدأت بالفعل المفاوضات لضم اللاعب، وهو الاختيار الأقرب حتى هذه اللحظة. ايفرتون بيلعب جناح ناحية اليمين ناحية الشمال، عنده 28 سنة، وسجل هذا الموسم مع هذا الفريق 13 هدف وعمل 6 اسيست في 22 مباراة. طبعا يعني دي نسبة كبيرة بشكل قوي لأي جناح. وطبعا انتوا عارفين ان دلوقتي الأجنحة اللي ما بتجيبش جوان ما بيبقاش ليها طلب كبير. يعني انتوا لو خدوا كده واحد زي محمد صلاح، انا دايما هروح لمحمد صلاح. محمد صلاح لما بتيجي تتكلم هو ليه الافضل في العالم حتى هذه اللحظه، وده محل جدال العالم كله، يعني كل دلوقتي تيجي تقول له مين احسن لعيب في العالم يقول لك محمد صلاح. طيب ليه؟ يقول لك كام جون وكام اسيست، هداف الدوري الانجليزي. وده اللي بيدور عليه المدير الفني كولر عايز جناح يجيب اجوان، عايز جناح يكون اكتف، مش مجرد واحد يكون كويس في واحد ضد واحد بس، لان بعد كده هتعمل ايه؟ هتجيب اجوان، وده اللي النادي الاهلي بيدور عليه. ايفرتون سبق ولعب في سلافيا براغ التشيكي، وهو محترف في الدوري التشيكي من 2016. طيب هتقول لي الدوري التشيكي مش دوري توب ليفل وكده، ولكن في بعض اللعيبه لما بتبقى لسه دنيا اوروبا بالنسبه لها ضبابيه يفكر في دوري ما هوش توب ليفل، بس يكون في فرق بتلعب في دوري ابطال اوروبا او اليوروبا ليج، ودلوقتي في حاجه اسمها دوري الكونفرنس ليج لانديه ليفل اقل كمان. فالمشاركه الاوروبيه دي هي الفاترينا. وهرجع اقول لحضرتك ان محمد صلاح لما طلع اوروبا طلع بازل، بس اشمعنى بازل؟ عشان بازل لاعب دوري ابطال اوروبا، تألق محمد صلاح راح تشيلسي، ومن هنا بدأت الحكاية. فده نفس القصة اللي بيفكر فيها كل اللعيبة اللي بتلعب بره، ليه اروح اوروبا وليه اروح التشيك؟ طيب ايفرتون العقد بتاعه مستمر لحد 2027، وهو دلوقتي تاني هداف الدوري التشيكي. بالمناسبة اللاعب ده عنده عرض من فريق فرانكفورت المجري، ولكن الاهلي حتى الان ما تقدمش بعرض رسمي عشان يضم ايفرتون. طب ليه؟ عشان مستنيين الرأي الاخير لمارسيل كولر. تعرفين برضو كولر من نوعية المدربين اللي بياخد وقت كده بتأني عشان ياخد قرار، ولكن في بعض الامور لازم تبقى الدنيا سخنة شوية مستر كولر، يعني عشان تجيب لعيب وخاصة لعيب منور وفي أندية عايزة تاخده لازم الحسم يبقى سريع، وده اللي منتظرينه مجلس إدارة النادي الأهلي على رأسهم كابتن محمود الخطيب من قرار كولر عشان يروح يبتدي مفاوضات الضم لهذا اللاعب. الحاجة التانية اللي عايز أقولها لك، وده يمكن خبر إن جمهور النادي الأهلي مش هيفرحوا، يعني إن مفيش نية في النادي الأهلي حتى هذه اللحظة لرجوع قندوسي مرة أخرى. قندوسي لاعب النادي الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، صراحة واحد من اللعيبة اللي مختلفة عن الدوري المصري كله، يعني عامل أداء رائع تاني سيزون مع السيراميكا جدد إعارته. لعيب أكتف قوي، لعيب مختلف، كورته سهلة وحلوة، لعيب عنده حلول، لعيب مدي السيراميكا كليوباترا شكل. فجمهور النادي الاهلي ابتدى يقول لك طب ما احنا محتاجين لاعب زي ده يكون موجود مثلا مع قفشه، يكون موجود مع امام، لعيب يدي اضافه. ولكن حتى هذه اللحظه النادي الاهلي ما فكرش
في انه يرجع القندوسي مرة تانية. ايضا مفيش اي نية للتفاوض مع بن رمضان التونسي، ده يعني قرار حسم، مفيش بن رمضان تاني. ودي حاجة من الحاجات اللي طبعا جمهور النادي الاهلي كان بيتمنى لعيب زي بن رمضان، وهو اضافة كبيرة الصراحة لخط وسط النادي الاهلي. ايه تاني؟ بيرسي تاو حتى هذه اللحظة قاعد ومفيش نية لرحيله إلا لو وصل عرض مناسب، لأن برضو انت عشان تمشي بيرسي تاو، طب انت جبت مين في نفس الليفل؟ بصراحة بيرسي تاو السنة دي ما هوش اللعيب اللي احنا متعودين عليه، بس لما بينزل برضه هو عنده حلول. يعني لو تفتكر حتى في ماتش باتشوكا اول ما نزل راح مدي كهربا الكرة اللي هي ضيعها والدنيا اتقلبت عليه. فبيرسي تاو من اللعيبة اللي عنده حلول، بيعرف يحل الماتش، وبرضه هو من اللعيبة المختلفة. ليفل دوري انجليزي، كان بيلعب في برايتون سيتي، فمحدش هيروح الدوري الانجليزي يا جماعه مجامله. كمل ما كملش ده قصه تاقلم بقى وقصص تانية، ولكن في المجمل بيرسي تاو اللي جه النادي الاهلي واللي كان احد اسباب النادي الاهلي ينافس على دوري ابطال افريقيا وياخد دوري ابطال افريقيا كذا مره، مش هو اللي موجود حتى هذه اللحظه. وده اللي بيأمله جمهور النادي الاهلي، ان يعود بيرسي تاو مره اخرى للعيب اللي كان مكسر الدنيا معاه. الحاجة التانية اللي موجودة في النادي الأهلي وهو الكلام عن عقوبة الأستاذ محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بالإيقاف 3 شهور بسبب بوست على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي. وهنا السؤال: كيف تحرك الأهلي للرد على لجنة الانضباط؟ الأول، الموضوع كان في منتهى الاندهاش ومنتهى الغرابة، يعني أمر غريب جدا وعجيب بنشوفه من لجنة الانضباط. لأن أنا مش عايز أتكلم على اللجنة نفسها، ولكن أنا بتكلم على التوقيت. أنت إزاي بتعلن على عقوبات بعد الهنا بسنة؟ يعني العقوبة دي من تاريخ السوبر المصري اللي كان ما بين الاهلي والزمالك. كان البوست نزل من السيد محمد سراج الدين عضو مجلس اداره نادي الزمالك. طب انت ازاي بعد كل هذه الفتره بتعاقب؟ وبرضه نفس القصه، الحاجه العجيبه والغريبه والكوميديه ان انت بتعاقب مثلا مدير الفني نادي الزمالك جوميز بعد ما مشي وسافر في السعوديه. طب انت هتوقع على مين يعني؟ هتوقع على خياله؟ ففي حاجات صراحه بنشوفها امر عجيب، الموضوع متأخر جدا. وبعدين هنا هتخش بقى كده في تساؤلات. طب لجنة الانضباط طلعت القرارات، لما تيجي تسألهم يقول لك لا احنا درسنا وقعدنا وطلعنا القرارات في وقتها. طب ليه لم تعلن؟ هل اتحاد الكرة السابق هو اللي ركن هذه العقوبات وسابها للاتحاد الجديد يعلنها؟ ولا هل الموضوع لجنة الانضباط لسه مقرراه قريب؟ الموضوع الصراحة عجيب جدا ومخلي الناس كلها مندهشة ومستغربة، لأن برضو في عقوبات على بعض اللعيبة الأخرى وبعض الأندية وبعض المدربين. أنا ذكرت لحضراتكم جوميز سافر. فالموضوع صراحة يعني عامل استياء لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب هذا الأمر. طيب الأهلي عمل إيه؟ الأهلي عمل تحركات عاجلة عشان يرد على قرار لجنة الانضباط ويبحث إمكانية الاستئناف. وأيضا الحاجة اللي مخليه النادي الأهلي زعلان إن السيد محمد سراج، وده على كلامهم، قالوا إنه لم يسيء أو يتجاوز في حق أي حد. والحاجة التانية إن في ناس تجاوزت عيانا بيانا، وكان في كلام كتير حولها وشكاوي رسمية اتقدمت بخصوصها في أندية منافسة، ولم يتم إصدار عقوبات بنفس القوة ضدها. وفي نفس الأمر في رؤساء أندية أخرى وأعضاء مجلس إدارة وأشخاص كتيرة داخل المنظومة نزلت بوستات ونزلت حاجات، وحتى بيتكلموا في إن في حاجات يعني ريسنت أو قريبة نزلت وبوستات نشرت ومفيش أي أمر بالنسبة لهم. فده وجهة نظر مجلس إدارة النادي الأهلي إن كده الموضوع مش ماشي على الجميع.
انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. اروح مع حضراتكم لاخبار نادي الزمالك، وايه اللي بيحصل في نادي الزمالك اللي بيفكر بقوة مع المدير الفني الجديد كريستيان جروس. ايه اللي هيحصل في الفترة المقبلة؟ الزمالك بيدور على صفقات كتيرة، ولكن خلينا اقول لكم ان في مفاجأة، انه بيجدد مفاوضاته مع حارس الاهلي مش عايز اقول بقى الثالث، ولكن حارس الاهلي حمزة علاء، لاعب النادي الاهلي وحارس المنتخب الاولمبي. حمزة علاء من اللعيبة الصراحة اللي ظهرت بشكل ملفت ومبهر في الاولمبياد ومع المنتخب الاولمبي، وده اللي خلى المنافسة عنده تزيد. طبعا انت عندك بقى منافسة قوية جدا. النادي الاهلي فيه محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الاول، راجل مسيطر، راجل رقم 1، راكب حراسة المرمى في النادي الاهلي. وبعدين اللي معاه رقم 2 مصطفى شوبير الصراحة لما خد الفرصة في دوري ابطال افريقيا قدم مستوى هو الاخر مبهر، وقدم اوراق اعتماده انه حارس من الحراس الجيدين ومستقبل واعد لحراسة مرمى الكرة المصرية. ولكن حمزة علاء هو كمان بأدائه في الأولمبياد ولفته للأنظار أصبح موجود، وأصبح بيقول أنا كمان موجود وعايز ألعب. وده اللي خلى نادي الزمالك اللي عنده مشكلة في حراسة المرمى. إيه هي المشكلة؟ أولا تذبذب مستوى عواد من الحراس اللي تدي لك فترة كويس وتدي لك فترة يعني مستوى متذبذب، فده بيخلي ان طب هندور على مين البديل هو صبحي، ولكن صبحي برضو هو الاخر بيتصاب كتير، مش مركز في الفترة اللي فاتت. وبعد ما كان ايضا هو كمان من اللعيبة اللي تدي لك مستقبل واعد لحراسة مرمى نادي الزمالك، اصبح هو كمان بيمشي على سطر، بس مش بيسيب سطر، بيسيب سطرين. فخلى نادي الزمالك كل هذه الامور انهم يفكروا في حارس يقدر يدي دفعة قوية جدا لحراسة المرمى في نادي الزمالك. وعايز اقول لك على حاجة، لازم يكون عندك على الاقل 2 حراس مستواهم فوق الجيد، عشان الحارس اللي بيلعب رقم 1 ما يبقاش حاسس ان مكانه هو حلو ووحش، انا موجود. فده بيخليه يطلع احسن ما عنده. وعندك في هذا الامر خد كده مثلا منتخب مصر في وجود الحضري ونادر السيد ومثلا عبد المنصف، ولما الحضري بص بقى عامل ازاي حتى في النادي الاهلي، ولما تخش كده في منتخب مصر لما كان معاه بواحد، فده طلع افضل حاجة، افضل مستوى اللي هي عصام الحضري، وياخد افضل حارس في افريقيا 3 مرات و3 بطولات كاس افريقيا ورا بعض. ده غير بقى ايه ما كان مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا. فدايما لما بيكون عندك كذا حارس في مستوى فوق الجيد بتبقى دفعة كبيرة جدا للي بيلعب، لان اللي بيلعب عارف بقى ان هو لو في اي حاجة في واحد تاني هيجي يركب. فده اللي كابتن احمد سليمان المشرف عام على الكرة في نادي الزمالك وعضو مجلس الإدارة خلاه يفكر في حمزة علاء، وبيدعم الموضوع بشكل كبير، واتكلم مع والد اللاعب بشكل مباشر عن طريق بعض الوسطاء. ولكن حمزة علاء اللي عنده 24 سنة رغبته ايه؟ رغبته انه يجدد في الاهلي او الاعارة في يناير. حمزة علاء عنده عروض على فكرة اوروبية، واحد من جرينوبل في فرنسا، واحد في كورتييك وبرشوت في بلجيكا. كده انت عندك عرضين في بلجيكا وواحد في فرنسا، وايضا في عروض من اندية مصرية كتير ابرزها سموحة وطلائع الجيش. اللي بيحصل مع حمزة هو ان الراجل عايز يلعب، بس هو عايز يحسم امره مع النادي الاهلي. فده اللي هنشوف هل نادي الزمالك يقدر يستغله ويضم. صراحة هيبقى اضافة كبيرة لنادي الزمالك، وفي نفس الوقت نادي الاهلي ما اعتقدش انه هيسيب موضوع حمزة علاء ده بسهولة.
انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. مكمل مع حضراتكم واخبار ميركاتو نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك عايز يخش بصفقات قوية وينفذ طلبات المدير الفني جروس. فعايزين نشوف كده مع حضراتكم ايه هي ملامح ميركاتو نادي الزمالك وبيفكر ازاي في صفقات يناير. الزمالك عنده مشكلة مالية كبيرة، ولكن ده ما بيمنعش إدارة النادي إنها تتحرك للتفاوض، وبتتفاوض عشان تضم بعض اللعيبة، وخاصة إن هناك تحركات من بعض المحبين للنادي وعلى رأسهم الأستاذ ممدوح عباس لدعم الجانب الهجومي. وسيب ملف زيزو على جنب عشان لسه في تطورات كتير ممكن تحصل سواء في التجديد أو إنه ممكن يمشي. الزمالك مركز على 3 صفقات قوية في يناير. مين هم؟ أول خبر مفرح لجمهور نادي الزمالك، رقم 1 عودة أشرف بن شرقي. أشرف بن شرقي الجناح المغربي الطائر صراحة، وجناح من الأجنحة الجميلة، لعيب كبير وجمهور نادي الزمالك مرتبط بيه بشكل قوي. وحصل تواصل ما بين شقيق اللاعب لطرح إمكانية عودته لنادي الزمالك. وعلى فكرة الزمالك المرة دي ممكن يخلص، يعني كان في كلام كل سنة تسمع ان أشرف بن شرقي وعودة أشرف بن شرقي وما يحصلش حاجة، لكن المختلف دلوقتي ان أشرف بن شرقي ممكن يخلص في نادي الزمالك، لان في توافق على حاجة الزمالك لضم بن شرقي والاستفادة منه في الناحية الهجومية. واعتقد ان دلوقتي المقابل المادي اللي هيطلبه بن شرقي مش زي المقابل المادي اللي كان بيطلبه قبل كده، فالامور قد تصل الى الحلول. وبرضه دي تبقى صفقة من صفقات نادي الزمالك الجماهيرية، لان العيب محبوب ومجلس الادارة هنا عايز يعمل حاجة لجمهور الفريق اللي ابتدى يبقى في نوع من انواع الزعل ما بينه وما بين مجلس ادارة نادي الزمالك، لان مفيش تحركات، الفرقة محتاجة تدعيمات، واللعيبة اللي جت وكنت ذكرت لحضراتكم مثلا لو تيجي تقارن بن شرقي ولا كونراد ميشالاك، لا ما فيش مقارنة اصلا. فالنادي الزمالك بيتحرك في هذا الاتجاه. الاتجاه الثاني وكنت اتكلمت مع حضراتكم، وهو عودة طارق حامد. طارق حامد واحد من اللعيبة المحبوبة بقوة داخل نادي الزمالك، والنادي الزمالك أيضا بيفكر بقوة في عودته كقائد للفريق في شهر يناير. طارق واحد من اللعيبة اللي الصراحة أثبت وجوده داخل نادي الزمالك، وتحس إن هو واحد من ولاد الزمالك رغم إن هو يعني مش من ولاد النادي، ولكن التزامه واجتهاده. لعيب الصراحة بيشتغل على نفسه بشكل كبير، وسافر اتحاد جدة وعمل معاهم شغل كويس، ودلوقتي في دمق السعودي. وطارق نفسه انه يرجع مرة تانية لنادي الزمالك، وعنده على فكرة عروض من مصر، ولكن هو عايز يروح لنادي الزمالك ويعود مرة تانية. وكنت ذكرت لحضراتكم ان اللي موقف القصة هو رأي جروس، هو عايز يشوف فين يعني طارق حامد دلوقتي كمستوى عشان ياخد قرار بهذا الشكل في عودة طارق حامد، اللي هيبقى إضافة لنادي الزمالك والأوضة اللبس في نادي الزمالك، لأنه واحد من اللعيبة المحترمة اللي تقدر تدي دفعة للفريق. اللعيب التاني وهو مفاجأة بالنسبة للجميع، وهو دخول نادي الزمالك بقوة لضم مين؟ مهاجم الأهلي السابق محمد شريف ونجم نادي الخليج السعودي. صراحة حصلت اتصالات مكثفة جدا عشان ينضم شريف لنادي الزمالك في يناير، ولكن زي ما قلت لحضراتكم قبل كده محمد شريف منتظر رد الأهلي والمدير الفني كولر. فشريف حاطط أولوية في دماغه ان النادي الاهلي الاول، ولو ما جاش الاهلي يبقى خلاص اروح الزمالك، وكده تبقى الدنيا ممهدة ان انا اروح للزمالك. الصراحة محمد شريف واحد من اللعيبة اللي لو راح اي حتة هيبقى اضافة، لانه لعيب هداف. شريف لعيب محترم اثبت نفسه بقوة، ولكن في الاخر مارسيل كولر ما كانش يعني بيستخدمه كلاعب اساسي، وهو كان هداف للدوري المصري في فترة من الفترات، فما كانش عايز يقعد.
فده اللي هيبقى في دماغ محمد شريف في الفترة المقبلة، وده اللي الموضوع المهم جدا بالنسبة لنادي الزمالك، انه يعوض قرب رحيل سيف الدين الجزيري، انه يجيب فروت قوي زي محمد شريف اللي ممكن يفكر في نادي الزمالك كخطوة اخرى ترجعه للأضواء في الدوري المصري، وأيضا لمنتخب مصر اللي عايز يرجع بيه بشكل ويكون موجود فيه بشكل مستمر. ده أخبارنا مع نادي الزمالك. عايزين برضو أقول لحضراتكم إن هناك عرض إماراتي لاستعارة نجم بيراميدز إبراهيم عادل، اللي خد غرامة 50,000 جنيه وتوقف عن التدريبات في بيراميدز عشان اعترض على التبديل في لقاء فاركو. إبراهيم مستني تجدد المفاوضات في يناير عشان يروح إسبانيا، وصراحة كلنا مصر كلها عايزة اللاعب ده يحترف، ولكن مصادرنا بتأكد وجود عرض ضخم من أحد أندية الدوري الإماراتي عشان اللاعب يروح في يناير، وهناك اتجاه للموافقة على هذا العرض. هيال إبراهيم لو راح الإمارات لازم يكون في دماغه انه يطلع منه للدوريات الأوروبية. إبراهيم يلعب في أي حتة في أوروبا وهيبقى إضافة كبيرة جدا، ولكن أنا بنصح إبراهيم انه ما يروحش إنجلترا مرة واحدة، انه يروح فرقة يتأسس فيها على اللعب الأوروبي زي ما عمل صلاح. ودايما هفضل أقول لك خد صلاح كنموذج، أو خد عمر مرموش كنموذج. لو هتطلع على التوب ليفل في أوروبا مش هتاخد فرصة انك تلعب بشكل مباشر، هتاخد فترة عقبال ما تنسجم، وده اللي إبراهيم عادل محتاج ان هو يفكر فيه عشان يتطور أداؤه ويكمل في أحد الفرق الأوروبية ويبقى نموذج جديد لعمر مرموش ومحمد صلاح والنجوم اللي مكملة في التألق للدوريات الأوروبية. ده كان آخر خبر معانا النهاردة. دايما انتظرونا وأقوى وأحدث القضايا الرياضية اللي موجودة بس في صوت الملعب معايا ومعاكم، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقات المقبلة. صوت الملعب مع محمد فاروق.